السلام عليكم ورحمة الله. تكملة لموضوعنا السابق. الحمد لله أحيانا الله باش نكملوا الموضوع هذا إن شاء الله تعالى. عنوان: رسول الله صلى الله عليه وآله وحاشاه والعياذ بالله لا يعلم معنى كلمة لا إله إلا الله عند السلفية الوهابية. ورانا ننتظر في الجواب تاعهم حديث صحيح يقول فيه النبي معنى لا إله إلا الله كذا وكذا. نشوفوا أسكو متوافقين أو مبتدع. والجواب مسبقا: دين جديد مبتدع بكلمة توحيد مبتدع. قال لك الوهابية السلفية ويفتخروا، قال لك معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وتيجي كي تهضر مع السلفي يقول لك تعرف أنت معنى لا إله إلا الله بافتخار، وهي معنى مبتدع عنده. نشوفوا الأدلة تاعهم. أول سؤال: هل علمها رسول الله؟ ثانيا الدليل يقول أنه لا يعلمها، لأن محمد بن عبد الوهاب شهد على نفسه بالكفر، كان لا يعرف معنى الإسلام ولا معنى لا إله إلا الله. هنا احتمالين: يا ما لقاش في السنة وهذا يثبت باللي رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم ما يعرفهاش، والاحتمال الثاني أنه حتى لو وجدها لا يهمه، ما عجبتوش، لم تعجبه كلمة لا إله إلا الله عند رسول الله فابتدع معنى آخر. وإلا لكان قال علمت من الحديث الفلاني من الأثر الفلاني معنى كلمة لا إله إلا الله. هذا أولا. الأدلة تاعهم في معنى لا إله إلا الله نشوفوها باختصار. هما عندهم آيتين كريمتين ليست في محلهما كالعادة. راكم جربتوا محمد بن عبد الوهاب وكما جربناه. قال لك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. من اديته الدليل؟ قال لك قوله تعالى ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الآية دليل ذلك أن الله هو الحق. السؤال الأول: الآية تقول أن الله هو الحق ولا أن عبادة الله هي الحق؟ لكي يستقيم المعنى لا معبود بحق إلا الله. قال لك الله. السؤال الثاني: الله لفظ الجلالة هنا إله أو رب، ألوهية أو ربوبية، لأنه الله تحتمل كلا الاسمين، الله إله ورب. والعبادة في القرآن اعبدوا ربكم، اعبدوا رب هذا البيت، إنا نعبد إلهك وإله آبائك. سمى العبادة للإله ولا للرب. سمى هذه الآية تاني ما تساعدش وليس الدليل. السؤال الثالث في نفس الآية: أين معنى لا إله إلا الله؟ الله حق، الجنة حق، النار حق، المسيح حق، وراي معنى لا إله إلا الله. بالك يشوفوا الشطر الثاني تاع الآية وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. علاه ما تقولوش في التعريف تاعكم معنى لا إله إلا الله لا مدعو إلا الله على حسب الآية؟ تقول لي الدعاء عبادة، نقول لك لا تسمية، ادعوهم لآبائهم. نقول لك سؤال: ادعو لنا ربك. ثم الدعاء لفظ متشابه ما يساعدكش وما يساعدكش في المعنى. زيد: لا معبود بحق إلا الله. قبل أن يخلقك الله ويأمرك بالعبادة كانت هناك لا إله إلا الله؟ كان إله ولا ما كانش إله؟ إلا قلت كان إله
المعنى تاعك مبتدع. هو إله بالعبادة تاعك ولا بلا عبادة؟ ماشي انت قلت لا معبود، ها إله. ولا ما قلتش إله راك تعرف ما أصيبه، راك كفرت. سؤال ثالث، قبل الخلق أيضا من كان يعبده لتقول لا معبود بحق إلا الله؟ قلنا من الأخير ما كانش إله وصل، ما كانش معبود، والمعبود هو عندك الإله. وتعريف الإله أصلا عندكم خاطئ. الإله يخلق ويرزق، وفي كتاب الله بالدليل يعني. إذا لذهب كل إله بما خلق. أمن يجعل الأرض قرارا، في آخر الآية يقول إله مع الله. دي أفعال الإله اللي درتوها أنتم في الربوبية. قادر يقول لي واحد هو معبود حتى ولم لو لم يعبد، كما هو خالق حتى ولو لم يخلق. نقول له هنا مغالطة، لأن الفعل الخلق فعلك أنت، فعله هو سبحانه وتعالى، أما العبادة فعلك أنت، وأنت غير مخلوق. هل كان إلها أم لا؟ السؤال قائم. هذا أقوى ما عندهم في الباب. كاين حاجة جات شفت فيها حجة تبان لي، يبان باللي دليل يشبه للدليل. هذا حطها بالشروط تاع لا إله إلا الله، وهي العلم بمعناها، ثم مرتبطة بموضوعنا. الدليل تاعو على العلم بمعناها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا بالآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا اعلم ما لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لك اعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنه إله واحد وليس ثلاثة كما قالت النصارى، أو تعبد ربي وما اعتقد باللي ثلاثة، ما اعتقدوا باللي المسيح ابن مريم. النصارى يقول لك إن الله هو المسيح ابن مريم، هو ما اعتقد بهذا الاعتقاد وبتعبده. العبادة ما عندها تدخل في التوحيد. التوحيد الخاص بالله عز وجل في ذاته وصفاته وأسمائه، ومن بعد نجول للأفعال تاعك أنت. أعرف ربي ومن بعد عبده وأنت ماكش عارفه، وما اعتقد باللي ثلاثة، ومن بعد تقول لي راني عبدته وحده، ولا تعبد إلا الله وأنت ماكش عارفه. آمن ثم اعبد. الآية كما قلنا اعلم أنه لا إله إلا الله، وليس اعلم ما معنى لا إله إلا الله. سمى فيها تدليل. عندهم دليل آخر، آية هو ما تعجبوش السنة، على رسول الله ما يعرفش معنى لا إله إلا الله عندهم. قال لك قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال لك يعلمون لا إله إلا الله. كذاب. تروح للتفاسير تجد أكثر من تفسير، وما كثرت احتمالاته باطل الاستدلال به أصلا. من التفاسير كي تروح للطبري وابن كثير والقرطبي والبغوي وغيره، وش تجد؟ القول الأول أولا أنهم الشهادتين، وهذا حتى المنافقين كانوا يشهدون من الكتاب ومن السنة من صحيح مسلم. أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أليسوا يشهدون أن محمد رسول الله؟ المنافقين عن محمد بن عبد الوهاب يشهدون بالحق من أهل الجنة. تفسير آخر أنها في الشفاعة، أن الشفاعة لله، والشفاعة لله حق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أن الشفاعة لله. التفسير الثالث أنها في المسيح ابن مريم وعزير والملائكة، وأنهم يشفعون، كقوله تعالى إلا من ارتضى. هذا تفسير آخر. ثم وأصلا الآية في الشفاعة لا علاقة لها بمعنى كلمة لا إله إلا الله. السمة السلفية خارجين من الدين، عندهم كلمة توحيد أخرى بلا الإله تاعهم، هذاك المجسم هذا. والسلام عليكم ورحمة الله.